صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم بقى بفيديو جديد النهارده. حطي لايك للفيديو وانزلي تحت اشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، ولو مشتركه معايا تنزلي تحت تحطي لايك للفيديو لو عجبك، وكمان تسيبي لي كومنت حلو منك كده. عشان ده اكبر دعم منك ليا، وكمان عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. اليوم زي ما انتم شايفين كده مدعكه بمعنى كلمه مدعكه في المطبخ. بالرغم ان هو كان يعني بصراحة اختيار مش موفق، ان انا اخترت ان انا اعمل حبة حاجات في المطبخ كده او ابدأ شغل في المطبخ. وانا كان عندي الخلاط بتاع المية عندي بتاع المطبخ بايظ، واحنا عشان تبع شركة انا شارياه جروهي، فطبعا في الضمان فانا اتصلت بالشركه. المفروض جروهي شركه نظيفه، المفروض ان هي ضمان مدى الحياه، وانت بتجيبي الحاجه اضعاف ما بتجيبي الخلاطات العاديه. فطبعا انا كنت المفروض ان انا هتصل بقى بالضمان، وان هم هيجوا هيصلحوه في نفس اليوم وبتاع. فكان بقالي اسبوعين دايخه على ان الخلاط بتاع الميه عندي بتاع الحوض بتاع المطبخ بايظ خالص. فانا اليوم ده ما كانش اليوم موفق بالنسبه لي، لان انا اللي اتضح لي ان هم هيجوا ياخدوا الخلاط ويصلحوه في الشركه وبعد كده يرجعوه لي. بس انا برضو اوحت وصممت ان انا ايه اشتغل في المطبخ وفي البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. كان بقالنا فتره الحمد لله. انا صورت لكم فيديو على فكره بس ما رضيتش انزله. بقالنا فتره بنعمل اطعام، ربنا يثبتنا ويقدرنا كل شهر ان احنا نعمله كده. وربنا يا رب يدي كل اللي عايز يعمل حاجه زي كده ربنا يقدره برضه. فالمهم ان احنا كنا عاملين الاطعام. يوم ما عملنا الاطعام البوتاجاز بتاعي، مش الاطعام بتاع الشهر ده، الاطعام بتاع الشهر اللي فات، البوتاجاز بتاعي كنت عامله وجباتي اللي هي ايه، وراك وكده، رز اصفر وسلطه. فبصوا عايزه اقول لكم الوراك ما شاء الله كانت كبيره، فكانت بتنزل دهون كتير قوي، فانا عندي البوتاجاز اتدمر بمعنى كلمه اتدمر. فهنشوف بقى كده مع بعض في الفيديو. بدايه اليوم عندي قمت الصبح ولادي كانوا رايحين المدرسه، كنا هنا بقى يوم الخميس، فقلت لا خلينا بقى نقوم على طول كده نعمل الشاي. كانت ميرا كمان ما نزلتش الحضانه اليوم ده، فانا قلت نعمل بقى الشاي بلبن، وكمان اخد علاجي وافطر كويس بحيث ان الدنيا تبقى متظبطه معانا ايه، اشتغل على طول في المطبخ. انا قلت هاخد المطبخ الفتره دي جزء جزء. كان بقالي فتره تعبانه، وبصراحه ربنا انا عايزه اقول لكم ان المطبخ يبان قدامكم نضيف، انما هو بصراحه اول مره يوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. فان شاء الله نعمل كده ايه جزء جزء، نظبط الدنيا سوا. فالمهم زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين عملت بقى الشاي بلبن، وكمان هنعمل كده سندوتشات ميكس كده. كان بقالي كتير قوي بسمع عن السندوتشات اللي هي المفروض ان احنا بنعمل حلاوه بالقشطه، مربى بالقشطه، انما بصراحه الجبنه اللي هي الكيري او الجبنه اللي هي النست او الكلام ده كله، عمري ما تخيلت ان انا ممكن اكلها بالمربى. بس انا عملتها كنت قبليها بيوم بالليل، قلت اجربها، في ناس كتير بتاكلها، لقيتها طعمها حلو جدا. يعني الجبنه الكريمي عامه خطيره بالمربى. فزي ما انتم شايفين كده وقفت بقى عملت كده. كمان كان عندي فينو بقى انا بجيب بزياده. في ايام المدارس دي بكون جايبه فينو بزياده. ليه بقى؟ لان انا هما بيجوا في اليوم اللي انا هشتغل فيه او في اليوم اللي انا ما عنديش اكل من قبليها بيوم، ممكن يجوا يلاقوني لسه ما خلصتش الغدا، ممكن يجوا يبقوا نازلين درس تاني، فلازم ياخدوا معاهم برضو سندوتش، او لو حتى مش هياخدوا سندوتشات هيعملوا ايه، هياكلوا سندوتش على السريع وينزلوا. فانا برضو بحط براعي ان انا ممكن مثلا ما يبقاش معايا ولادي فما ينزلوش يجيبوا فطار، وما الاقيش حد ينزل او انا ابقى كسلانه انزل وكده. فعلى طول اعمل كده كام سندوتش وابدا اشوف اللي ورايا. فعملت كده زي ما انتم شايفين بقى سندوتشات جبنه كيري على جبنه كريمي، يعني على على مربى، وبصراحه خطيره. وعملت كمان مربى لوحدها ساده، بس عايزه اقول لكم بقى وجع السنان يعني مش قادره اقول لكم. المهم زي ما انتم شايفين كده كنت خلاص بقى صبيت الشاي بتاعي وخلاص هنقعد بقى ايه نفطر. خرجت كده في الريسبشن بره، فتحت البلكونه، قعدنا كده في الهواء. انا كان عندي الدنيا ما شاء الله بره في الريسبشن زي الفل. وفي الاوض برضو كانت تمام. عندي بس حبه غسيل هننشرهم مع بعض، يعني حاجات كده خفيفه. فقلت خلينا في اليوم ده نعمل ايه، نعمل المطبخ. زي ما انتم شايفين كده خرجنا بقى بره، وميرا كمان هتيجي تفطر معايا. وعايزه اقول لكم سبحان الله ملهاش حظ في الحضانه ابدا. بالرغم ان هي كل شويه يعني كل شهر اروح ارجعها الحضانه، كل ما تروح لازم يحصل لها حاجه كانها بصوا يعني ملهاش نصيب تروح. لا اما يطلع لها دور الحبوب اللي طلع فتره للاطفال كلها ده، لا اما صدرها يتعبها، لا اما هي بتعيط مش عايزه تروح. انا مش فاهمه ليه، برغم ان هي الحضانه خطيره وبتاعت صحابي، وعايزه اقول لكم تعليمها كويس جدا ونظيفه جدا واكاديميه مش حضانه عاديه. بس لا، فانا قررت الفتره الجايه دي ان انا ما اكررش الاشتراك بتاعها في الحضانه. انا قررت ان انا اجيب لها مدرسه تديها تاسيس. احنا دلوقتي 4 سنين وشويه، فقررت ان انا اجيب لها مدرسه تاسيس في البيت زي ما كنت عامله مع ولادي في الاول.
قعدنا نفطر وقمت شغّلت القرآن كده، وباحب أشغّل القرآن عالي، بس مش عالي اللي هو رعد يعني، عالي إن هو الصوت يسري في كل أركان البيت. بقى لي فترة أعصابي مشدودة، تعبانة، عصبية بزيادة، عندي مشاكل وضغوطات، بس الحمد لله باحاول إن أنا أخرّج نفسي منها، وباحاول إن أنا توكالي كلّه يبقى على ربنا، يعني ثقتي في الله كبيرة أوي إن الضغوطات دي تخلص، والحمد لله أنا طول عمري يعني زي ما بيقولوا زي ما ربنا بيقول قصدي، أنا عند حُسن ظن عبدي بي. ففعلًا أنا يعني أنا عُمر ربنا ما خيّب ظنّي أبدًا، والله العظيم 3 يا جماعة. أنا باحس إن اللي باطلبه ربنا بيحققه لي من بدري أوي والله، فدي نعمة كبيرة أوي. فأنا باحاول أرمي توكالي كلّه دلوقتي على ربنا، وباقول يا رب نجّيني، يا رب فُك الكرب عني يا رب. بُصّوا أنا يعني مش اللي هي متديّنة بزيادة، بس على الأقل أنا باخاف ربنا، فيعني على الأقل خالص أنا باخاف ربنا والله العظيم. فبُصّوا أنا عمري ما طلبت حاجة من ربنا وربنا خيّب ظنّي فيها، وعلى طول ربنا بينفّذ لي اللي أنا عايزاه. فدلوقتي أنا رامية توكالي كلّه على ربنا، ما عنديش أي حاجة تانية أعملها غير إن أنا أدعي ربنا. فأنا شايفة إن الدُعا ده بس كفاية. المهم نرجع بقى لموضوعنا. قُلت بقى خلاص طالما أنا كده متضايقة وزهقانة، ما تقعديش بقى وتكسّلي، لأ قومي اعملي بقى إيه حاجة في البيت. زي ما أنتم شايفين كده علبة السمنة دي معايا من أول دخلة الصيف، ما شاء الله بقى لها كتير وهي موفّرة أصلًا، بس أنا مش هاعمل كده تاني. فأنا باحس إن أنا كده باراكم عليَّ حاجات، وفي حاجات أنا على طول باجيب الحاجة بزيادة في البيت، بس مش هاجيبها كده تاني، لإن بيقولوا لي يعني في الصيف، في الشتا ممكن تجيبيها، في الصيف بيقولوا إنها طعمها بيغيّر. بس بصراحة ربنا أنا بقى لي فترة كبيرة. فالمهم يعني إن أنا جبتها وفتحت كمان علبة تانية اللي هي كانت golden mix، كنت أنا باعمل منها كحك، باعمل منها حلويات، فاهمين؟ فبصراحة ربنا قُلت لأ ده كده هبل منّي، يعني أنا خلّصت دي واستنيت إن دي تخلص، فبصراحة الحوار كده مش حلو. المفروض كنت أنا استخدمت واحدة بس لحد ما خلصت، وبعد كده فتحت التانية. كمان كان عندي سمنة بلدي متسيّحة، فبُصّوا الموضوع بصراحة معايا ما كانش أحسن حاجة ولا ألطف حاجة، التفكير كان غلط خالص. فسيّحت كده الباقي اللي في العلبة دي عشان كبيرة أوي واخدة مكان على الفاضي، كل شوية أجيبها من أنا حاطاها في الدولاب، فكل شوية أجيبها وأودّيها، لأ فالحوار مش حلو ما عجبنيش. فزي ما أنتم شايفين كده فضّيت اللي فيها، وسيّحت كده العلبة عشان أعرف أنزّل البواقي، وخرمتها كده خرم صغير، فتحة صغيرة كده عشان الباقي اللي فيها ينزل، وأعرف إن أنا إيه أطلّع كل اللي جواها. فضّيتها كده في علبة السمنة بتاعتي الصغيرة اللي هي بتاعة الاستخدام، وبعد كده إيه سِبتها بس تشد شوية وتعمل وِش كده وتنشف عشان أعرف أغطّيها لإنها كانت مليانة أوي. وبدأت كمان أنجز كده مواعيني. كان عندي اليوم ده مش عارفة أقول لكم إيه، 3 مواعين يعني كتير أوي. ناس كتير أوي بتستغربني، ويمكن منهم أهلي وجيراني يقولوا لي أنتِ أكتر حد في الدنيا بنشوفه عنده مواعين. مش عارفة بقى العيب منّي والّا العيب من ولادي، إن أنا باخلّيهم مثلًا يدخلوا المطبخ أو يتعاملوا في المطبخ وكده بنَفْسهم. بس أنا يعني إيه باحبّهم إن هُم يعتمدوا على نَفْسهم شوية. بس فأنا عندي كمية مواعين، وكل دي مواعين يوم واحد بس أنا نمت وسِبتها، وتاني يوم قُمت إيه، زي ما أنتم شايفين كده غسلتها، وحاطة طبعًا شايلة بقى سجادة المطبخ بقى لي داخلة في 3 أسابيع بسبب موضوع الخلاط. وكنت متخيلة إن ده مش خلاط، يعني ده مش عيب خلاط، أنا كنت متخيلة إن ده عيب الكوع، لإن المَيّة كانت بتنزل على الكوع بتاع الحوض الصرف، فأنا فكرت إن ده الكوع. رُحت برضه أنا تفكيري غير تفكير أي صنايعي، المفروض إن أنا كنت جِبت صنايعي، بس أنا إيه، يعني فاهمين اللي هو باحاول أعتمد على نفسي. رُحت جِبت كوع وغيّرت كوع، وكنت رايحة أجيب واحد تاني وقعدت أقول ده بيخُر برضه، يظهر أنا خرمته. المهم إن اتضح لي في الآخر إن ده كلّه من خلاط المطبخ. طبعًا أنتم عارفين إن أنا لسه موضّبة. لمّا جيت أوضّب بقيت يعني أشتري أنضف حاجة، فلمّا شكروا لي في جروبي وقالوا لي ده ضمان مدى الحياة، طبعًا جريت اشتريت جروهي. الخلاط كان بأضعاف الخلاط اللي هتشتريه من برّه، تمام. اشتريت الخلاط بتاع المطبخ، واشتريت كمان الدُش بتاعي جوّه في الحمام. فأنا معلش لمّا اشتري حاجة زي كده وتيجي أنت تقول لي إنها ضمان مدى الحياة، وآجي أنا أول حاجة الفلتر بتاع الخلاط عندي بتاع المطبخ ده اللي أنتم شايفينه ده يبوظ، وآجي أدفع عليه 180 جنيه على الفلتر الجزء الصغير مش عارفة والّا 100 جنيه. مش فاكرة، مش متذكرة بالضبط. مرّة و2 يبقى ده عيب منّك أنت عشان
انا ده خلاط جديد، اشمعنى كل شويه يبوظ؟ واعديها واسكت ويقول لك ده من الميه، والميه عندكم طبعا مليانه رواسب، مليانه رمل، مليانه املاح. اتصلت ونسكت. بالشركه، بعتولي المندوب ما تاخروش، تمام تمام. اتصلت بيهم، جه المندوب. اول لما جه قال لي ده كده، لا ده كده الخلاط القلب بتاعه عايز يتغير. طب حضرتك القلب مش متوفر في الشركه، طب نعمل ايه حضرتك؟ لا تستني عليا اما القلب يظهر. فضلت معاه على تليفون متابعاه لحد ما القلب جه. قال لي خلاص اتصلي بالشركه تاني وبعد كده اعملي ميعاد، وانا ما اقدرش اجيلك من غير ميعاد من الشركه. حاضر عشان ده شغلي، تمام انا معاك عشان مش عايزه اضرك. اتصلت بالشركه، اخدت ميعاد، وفعلا جالي بالقلب. يفتح الخلاط مش عايز يتفك اصلا، القلب بتاعه مش عايز يتفك. الاصدار ده حضرتك القلب بتاعه فيه جزء بلاستيك هيتكسر وهيتعمل. طب ده ذنبي؟ انا الناس اللي تحتيه اصلا، يعني الجيران اللي تحتيه اشتكولي الحيطه بتاعتهم باظت، ده غير ان الجزء بتاعي بتاع تحت الحوض ده الخشب، انا مطبخي من جوه خشب كونتر ومن بره اكريليك. فانت تعالى اقنعني كده ان في حاجه هتقعد اسبوعين، انا الخشب عندي بقبش. فانت كده خسرتني. انت لما تيجي تعمل منتج بضمان مدى الحياه لازم تبقى موفر قطع الغيار، دي اول حاجه. غير انك مش موفر قطع الغيار، انا مش ذنبي ان حضرتك تيجي وتقولي الخلاط مش عايز يتفتح. طب هنعمل ايه؟ لا هنسحبه. الاول الفني مشي، وبعدها في التليفون بيقول لي انا هاجي اسحب الخلاط. حضرتك هتيجي امتى؟ قال لي انا هاجي بكره. طب بكره انا عندي اطعام، حضرتك هتيجي تفك ازاي الخلاط وانا اصلا هبقى واقفه؟ يعني وقفتي كلها في المطبخ وتنظيف واكل وشرب وبتاع. قال لي طب حضرتك هتاخر؟ قال لي 3 ايام. عارفين 3 ايام في مطبخ في بيت وفي اسره مكونه من 4 أو 5 افراد تقعدي على الاكل والشرب وفطار وغدا وعشاء ما فيهوش خلاط في المطبخ؟ وانا عايزه اقول لكم ما بعرفش ابدا اغسل مواعيني في حمام، لو قتلتوني مش بعرف. انا بجيب الميه دلوقتي بملاها في طبق بلاستيك وادخل بيها المطبخ واغسل في المطبخ برضه، يعني مهما اقنعتوني واغسلي الحوض بكلور والله الحمام عندي نضيف زي الفل، انا مش بعرف. فالمهم رحت قلت له لا طب استنى عليا. خلصت الاطعام، طبعا الميه عندي على طول بتخر، وحاطه كده فوطه تحت الحوض زي ما شفتوني دلوقتي وانا بغسل بحط الحاجه في غساله الاطباق وبشيلها، وحاطه علبه تحت البرطمان كده كبير اشيل فيه الميه اللي بتنزل، وحوار كبير قوي، وبفضي كل شويه ميه. فجيت قلت له طب يعني انا قول لي اتصرف ازاي؟ قال لي خلصي اطعامك وانا اكلم حضرتك. تمام تمام. خلصت الاطعام بتاعي. كنا اليوم ده يعني ما شاء الله هبقى اوريكم كده في الفيديو الجاي جزء صغنن كده بقى انا لما عملت اطعام لوحدي. نزلته لكم بنيه ان انتوا تعملوا حاجه زي كده، حتى لو هتعملي بضايه ورغيف عيش، حتى لو هتعملي قرص طعميه ورغيف عيش وواحده جرجير في قلب كيس. والله العظيم 3. بصي عايزه اقولك هتلاقي 1000 واحد يعني اللقمة بتنادي أكلها، هتلاقي 1000 واحد ياخدها من إيدك ويبقى جعان وتبقى جاية في وقتها، بنية إن ربنا يشفيلك حد مريض، بنية إن ربنا يفك كربك، بنية إن ربنا يسترها معاكي ومع أولادك ومع جوزك وفي شغلك وفي حياتك، وربنا يعني يخرجك من أي حاجة وحشة، بنية إن ربنا يكتر رزقك. يعني الصدقة بتكتر المال، ما بتنقصوش، ولو اتعودتي يبقى ده كل شهر هتبقى عادة جميلة قوي. فالمهم احنا المره دي ما شاء الله كنا عاملين، بس مش انا لوحدي، كنا كذا حد عاملين الاطعام. فانا عارفين اللي هو استحيت ان انا اصور وانزل لكم. انا الفيديو اللي بنزله على فكره فيه اطعام ما باخدش عليه ريتش، او ما بنزلش عليه اصلا علامه ريتش على القناه، وما يعني ما باخدش منه اي فلوس، فببقى شايله كمان الارباح من عليه. بس انا عايزه اوريكم افكار، فاهمين الفكره نفسها؟ بس برضو اخاف من ان حد يقول لي انت ازاي بتعملي او بتوري الناس حاجه انت المفروض تعمليها في الخفه، في الخفا قصدي. فالمهم رحت ايه، انا المره دي يا دوبك صورت كده لقطتين من وانا بتبل البانيه. وبعدها صورت لكم بقى بعد ما عبينا الوجبات. انا بحب قوي بفضل الفراخ والبانيه. مش كل الناس بتحب اللحمه، ويعني معظم الناس بتاكل الفراخ والبانيه والكلام ده. احنا اول مره عملنا اللي هي الفراخ، وقبل كده في رمضان عملنا اللحمه. المره دي عملنا بانيه. ما شاء الله عملنا 150 وجبة، وتاني يوم عملت 15 وجبة. فبصوا الكمية كانت كبيرة وما كانش معايا حد قوي بيساعدني، يعني يمكن حد او 2 هما اللي ساعدوني وبيسيبوني كده في نص الحوار. بس انا عايزه اقول لكم ان انا عمري ما تخيلت ان انا اقدر اخلص الكميه دي كلها لوحدي. يعني بصراحه ربنا قدرني المره دي بجد بطريقه كبيره قوي. انا ما كنتش مصدقه ان انا اقدر اعمل كل الوجبات دي لوحدي. بصوا الحاجه اللي هي بتاعت ربنا او اللي هي خارجه لله دي ربنا بيقدرك قوي قوي عليها. انا كان بقالي فتره رجليا وجعاني تاني، ومش قادره، وعماله اقول رجلي مش قادره اقف ادوس على رجلي. اليوم ده بالذات انا قمت كويسه جدا. انا عايزه اقول لكم ان بعدها تعبت
يعني تاني يوم بعدها تعبت جدًا. بس برضه في نفس اليوم ده أنا كان عندي power، كان ربنا مدّيني صحة. واحب أقول لكم بقى كمان حاجة تانية، أنتم لمّا بتعملوا كده أنتم مش بتتجمّلوا، يعني أنتم مش بتتجمّلوا على ربنا أو على حد أو على الناس. أقصد أقول لكم إن الفلوس دي مش أنتم مش يعني مش مطلّعينها بتجابوا بيها على حد، لأ، ربنا اللي باعت لكم الرزق ده عشان الناس دي تاكل من وراكم. يعني أنا عايزة أقول لكم إن ربنا باعت لكم الفلوس دي عشان خاطر أنتم تودّوها ل ل لأكل الناس دي أو تبقوا سبب في إطعام الناس دي، فربنا بيرزقهم عن بطريقة غير مباشرة عن طريقكم أنتم، بحيث إن أنتم تستفادوا وتاخدوا الثواب وفي نفس الوقت الناس دي يوصل لها رزقها. فأنا عايزة أقول لكم إن أنا كل مرّة إحنا بنودّي الإطعام ده بيبقى بالنهار، وبنودّيه يعني عارفين كذا جهة كده بنخرّجهم فيها. المرّة دي إحنا سمعنا كده لكلام حد معيّن، شخص معيّن قال انزلوا بالليل، شوفوا الدنيا إيه بالليل. طَب يا جماعة إحنا عاملين أكل كتير، الكمية المرّة دي كبيرة، ما شاء الله، يعني 20 200 قصدي 150 وجبة، عشان تحمّري أصلًا كمية البانيه دي كلّها. أنا عايزة أقول لِك ما شاء الله 20 كيلو بانيه. فأنتِ أنا يعني قعدت بتاع 6 ساعات أو 7 ساعات باحمّر بس، باحمّر وأحُط الأول على مصفى أصفّي، وبعد كده أخرّج برّه، أفرّد على صينية أكبر بحيث إن الأكل على ما يوصل للناس ما يبقاش البانيه يعني فرول أو طري أو الكلام ده. أنا موديّة كل حاجة الحمد لله مقرمشة زي ما هي والأكل طعمه حلو. الصبح بدري عملت الرز لحد بالليل، أقسم لكم بالله حاطاه على السيراميك عندي برّه في الreception في الأرض الحِلَل، لحد بالليل الرز اللي هو الأصفر اللي هو المصري ده عملته زي البسمتي كده، بيبقى طعمه جميل أوي. عايزة أقول لكم لحد بالليل الأكل سخن، والله العظيم 3 الأكل دافي. نزلنا من هنا على الساعة 13:00. طبعًا كل وجبة قفّلناها كويس، وهاوريكم كده أجزاء إن شاء الله في الفيديو الجاي لو حابين. وعملنا كمان جنبها علبة عصير، كنا بصراحة ناويين نشتري إزازة مَيّة صغيرة وعلبة عصير، بس ما لقيناش اللي هي الحجم الصغير أوي بتاع المَيّة. بصراحة ربنا الفلوس ما كانتش معانا هتكمّل إن إحنا نجيب إزازة المَيّة اللي هي الصغيرة العادية، فجِبنا عصير بس، وربنا يقدّرنا بعد كده فيما بعد ممكن نعمل. وكمان السلطة عندي كانت خلصت وحاجة السلطة، فرُحنا عاملين إيه، رُحنا جايبين مخلِّل وكمّلنا برضه بقية الوجبات بمخلِّل. بُصّوا اللي هو حاولنا نمشّي نَفْسنا بكل الطُرق. بس فباقول لكم بقى، نزلنا بالليل بجد في ناس، كمية ناس في الشارع والله العظيم 3. أنا يعني الواحد كان قلبه بيتقطّع، كمية رجالة ما شاء الله طول بعرض وشباب وكده نايمين في الشوارع مستنيين. أنا شُفت واحد منظره مش قادرة أنساه لحد دلوقتي، كان بيحاول يتشعلق في الجاكيت بتاعه كده وعمّال يجيبه على وِشّه عشان خاطر يتدفّى بيه. عايزة أقول لكم بقى لمّا تدّوا لحد زي ده وجبة، يعني مش قادرة أقول لكم هو بيعمل إيه، بياكلها تحسّي إن هي بتدفّيه، والدُعا اللي بيدعوه لِك ومنظره أساسًا وأنتِ بتدّي له الأكل، فرحته دي اللي في عيونه، وقد إيه انبساطه إن هو فرحان ومبسوط، وحياة ربنا دي بالدنيا. يعني إحنا في نعمة كبيرة أوي على فكرة، ما حدّش عارف قيمتها غير اللي بيعمل حاجة زي كده وبيشوف الناس على الطبيعة قدّامه. ده غير كمان الناس يا جماعة اللي في المستشفيات، اللي بيبقى مثلًا في معهد أورام، اللي بيبقى في مستشفى أطفال، اللي بيبقى في مستشفى فيها حضانات أو كده، بيبقى في ناس متغرّبة، المستشفيات اللي هي بتاعة السرطانات والكلام ده، بيبقى فيها ناس متغرّبة قاعدة مع ولادها. عايزة أقول لكم بيبقوا متكحرتين، ممكن تلاقيهم نايمين على الأرض، نايمين. إحنا رُحنا حاجة زي كده بالصدفة، كنا بندّي يعني في الأول للعُمّال، لقينا ناس جوّه والله العظيم 3، يعني ربنا يفُك كربهم ويشفي لهم مرضاهم يا رب ويبعد عننا إحنا كمان أي حاجة وِحشة. بجد الناس حالتها صعبة أوي، الناس قاعدة في الأرض، ممكن يقعدوا باليومين ما ياكلوش. بجد الناس كانت فرحانة أوي، أوي، أوي وإحنا بندّيها الوجبات. وعايزة أقول لكم أنا عاملة الوجبات بكل نضافة كإني عاملاها لبيتي. أقسم لكم بالله إن أنا كنت المفروض الفلوس اللي كانت معايا كنا ننزل كمان أشتري رُز من برّه وبقيت أسأل على أسعار الرُز والكلام ده. أنا كنت جايبة لبيتي هنا بتاع نوع نضيف كده اللي هو إيه للبيت، ما رضيتش أشتري بقى بصراحة اللي هو النوع اللي أقل والكلام ده. حُطّي في دماغِك حاجة واحدة بس، إن أنتِ الحاجة دي هتحطّيها في إيد ربنا. عارفين يعني إيه حاجة هتحطّيها في إيد ربنا؟ يعني أحسن حاجة وأحسن من اللي أنتِ بتاكليه في بيتِك لازم تكوني عاملاه. يعني ما تجيش تقولي إيه، يعني أنا على حسب فهمي برضه في الأول ممكن أشتري حاجات أرخص بحيث إن أنا أعمل كمية أكبر. مش عارفة هي حلال والّا حرام، بس بيني وبينكم أنا من جوايا مش بابقى مرتاحة. منعت بقى الكلام ده، لأ، أنا باعمل
أنضف وأحسن حاجة زي اللي باكله في بيتي بالضبط، ويمكن أحسن، فاهمين قصدي؟ حاجة بتطلّعيها لله في إيد ربنا لازم تبقى أحسن حاجة إيدِك تقدر تجيبها، فالحمد لله الأكل كلّه كان حلو والرز كان حلو والبانيه كان حلو جدًا، والسلطة بُصّوا على قد ما إيديّا اتشرّحت قبليها بيوم بس لأ، يعني المهم يعني، فبُصّوا بقى زي ما أنتم شايفين كده، قُلت أمّا نغسل البوتاجاز، كان هنا الراجل أخد الخلاط بتاع المطبخ بعد ما غسلت المواعين، سِبته بقى ياخده، بعد كده قُلت ندخل على البوتاجاز ونشغّل كده الفرن على الحوامل ونعمل الصلصة دي. كانت باقي بقى الحاجة بتاعة الإطعام، كنت جايبة ما شاء الله عدّاية طماطم، دول اتبقوا منها، طلّعت منها الجامد اللي هو الناشف حطيته في التلاجة، على فكرة دي من فلوسي أنا مش من فلوس الناس التانية اللي مطلّعة الإطعام والله، الخضار بتاعي أنا. فالمهم يعني زي ما أنتم شايفين كده عملت الطماطم، حطيتها قبليها بيوم تتسبِّك، غسلتها طبعًا ونضّفتها، ورُحت حاطاها تتسبِّك، قُلت كل الكمية دي لو فضلت عندي هتبوظ. كانت الطماطم كانت واقفة عليّا في العدّاية ب16 جنيه، بصراحة كانت كلّها يعني نضيفة جدًا ما فيهاش أي حاجة وِحشة، فأنا استنيت تاني يوم كده لحد ما أو تالت يوم كمان لحد ما أنا هديت من موضوع الإطعام ده وجسمي ارتاح شوية، وقُلت خلّينا بقى نصلّصها كده نلحقها قبل ما تبوظ منّي برضه، وإيه كانت صلّصتها كده على النار وزي ما أنتم شايفين كده هنضربها بالهاند بلندر وبعد كده نصفّيها. قبل موضوع الطماطم ده أنا مسكت الحوامل كلّها ووريتكم الصاجات بتاعة الفرن عندي كانت بصراحة منظرها بشع، أبشع حاجة في الدنيا، الحوامل عمرها ما ربِّت عندي دهون بالطريقة دي، فحطيتهم بقى جوّه هاحرقهم كده في قلب الفرن عشان نعرف ندعكهم ونطلّع عليها أي دهون. كده بقى خلاص الطماطم بتاعتي كانت خلاص كلها خلصت فهنصفيها بقى وجبت بقى حضرت الحلة وحضرت المصفى بتاعتي وهبدأ ان انا اصفيها زي ما انتوا شايفين كده. لو هتعمليها للمحشي ممكن تحطيها من غير يعني من غير ما تصفيها، لو هتتعاملي معاها في الطبيخ فانتي لازم تصفيها طبعا، لان انا ضد خالص ضد القشر اللي هو البذور والقشور بتاعة الطماطم ان هي تبقى باينة في الطبيخ بالذات، انا بقرف منها جدا، عايزة اقولكم بيبقى شكلها مش حلو في الصلصة، بتخلي الاكله كلها يعني حتى لو طعمها حلو بتخليها شكليا مش حلو. زي ما انتم شايفين كده صفيت وهبدأ ان انا اجيب كده اي برطمان كبير شوية او علبة كبيرة شوية، وهبدأ ان انا اعبي الصلصة بتاعتي اعبيها كلها كده على طول، واروح مفضية بقى درج عندي في الفريزر، وانا هعرف ان الدرج ده يخص الطماطم بتاعتي. بصوا بقى لو وصلت لحد هنا في الفيديو انا شايفة ان الفيديو طويل جدا جدا جدا، فبصراحة لا كله حاجات بجد تستاهل ان انتوا تشوفوها وتستحق ان انتوا تشوفوها، فانا هوقف الفيديو لحد هنا وهقسم الفيديو وهنزل لكم ان شاء الله ده بعد ده على طول. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تنزلي تحت تدوسي على علامة الاشتراك لو لسه مش مشتركة معايا، وكمان تنزلي تحت تدوسي على علامة اللايك وتسيبي لي كومنت حلو منك كده عشان ده اكبر تشجيع منك ليا. واستنوا بقى الفيديو اللي جاي، انا هوريكم بقى تكملة الفيديو ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، برضه يعني هنزله بعد ده على طول.